السلام عليكم. عرفت إحدى الولايات الجنوبية الجزائرية اليوم الأحد سقوط طائرة مدنية، وحسب معلومات مؤكدة من مصادر عالمية محلية فإن هذه الطائرة والتي هوت على الرمال في منطقة صحراوية معزولة بعيدا عن السكان لم تخلف أي خسائر في الأرواح، باستثناء صدمات خفيفة وحالة من الفزع لدى قائد الطائرة ومساعده. وهرعت فرقة من مصالح الدرك الوطني والجيش مجهزة بطاقم من الإسعاف الطبي إلى عين المكان لتطويق مسرح الحادث ومنع أي تسريبات حول سقوط الطائرة، والتي كانت في رحلة تدريب في انتظار انتهاء التحقيقات الأمنية حول هذا الحادث وملابساتها، والتي وقعت في منطقة حاسي البكرة بمدينة حاسي مسعود، كما أن الطائرة مخصصة للتدريب حسب ذات المصادر.